السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للتلاميذ اللي كيسولوا على كيفاش يشتغلوا على الروايات ديال اولى باك، اشنو خاصني نشوف قبل ما نبدا نقرا في الروايه صفحه بصفحه، وشنو هما الاخطاء اللي ما خاصنيش ندير باش هكا ما ننساش الاحداث وفي نفس الوقت نتمكن من الروايه بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. قبل ما نبدا دائما كنتمنى انكم تخليوا لي دعوه للاب ديالي بالرحمه والمغفره مع جميع الآباء والأمهات ديال المسلمين، ونبداو على بركة الله. بالنسبة للأولى باك عندكم 3 ديال الروايات اللي غتكونوا عارفينها، اللي هي لا بواط ميرفي أو نتيغون، عبارة عن مسرحية لو ديرني جور دان كونداني. لا بواط ميرفي ولو ديرني جور دان كونداني عندنا فيها السرد ديال الأحداث، عندنا راوي كيحكي لينا. أو نتيغون لا، أو نتيغون مسرحية عندنا كل شخص كيلعب الدور ديالو. الا سولتوني السهله في هاد الروايات بثلاثه غنقول لكم اونتيغون. اشنا هي الحاجه اللي خصكم تبداو تشتغلوا عليها قبل واللي غتبداو بها اون فوا تدخلوا مع الاستاذ ديال الماده ديالكم ان شاء الله؟ اول روايه هي لا بواطا ميرفي. جميع الجهات غادي يخدموا لا بواطا ميرفي، اول روايه كاينه في البروغرام. غتبداوها وغادي نوريكم الطريقه اللي غتشتغلوا على كل روايه بالمراحل بالعوارض. غتكتبوا داكشي وخصكم ضروري ما تتبعوه باش ما تلفوش وما تبلوكاوش. اونتيغون كاين بعض الاساتذه كيديروا اونتيغون مباشره من وراء لا بوطا ميرفي، وكاين بعض الاساتذه كيديروا لو ديرني جور دان كونداني حيت هي طويله بزاف وفيها بزاف ديال الاحداث اللي هما مشبكين ومشعكين وداك الشيء، ولكن ما عندنا ما نديرو اوبليجي علينا اننا نقراوها. وفيها فوكابولير اللي شويه يعني طالع النيفو ديالو، كتبغي التركيز بزاف. انا لاحظت بعض المتتبعين ديال القناه ديالي كاين اللي بدلو ديرني جور دار كونداني، وكاين تبارك الله اللي سالاله بواطا ميرفي، وكاين اللي عجباتو او نتيغون بدا بها. مي انا كنصحكم انكم تبداو بلا بواطا ميرفي. وبالنسبه للتلاميذ اللي كيسولوني واش لو ديرني جور دان كونداني غتكون السنه المقبله ولا لا، بيان سور غادي تكون، حيت هاد السنه تحيدات حيت حاله خاصه والاساتذه ما قدروش يوصلوا ليها في البروغرام مع التلاميذ ديالهم، يعني ما كافيش الوقت. داكشي علاش تانولات لو ديرني جور دان كونداني. واني السنه المقبله 2024 2025 راه كاينه هاد الروايه. دونك عندكم 3 ديال الروايات. كيفاش نشتغل عليهم؟ بالنسبه لطريقه الاشتغال، اي قصه كما كان النوع ديالها قبل ما تحل الصفحه ديالها الاولى خصك تكون عارف الفيش د ليكتور. الفيش د ليكتور اللي فيها المعلومات الاساسيه على الروايه، شكون اللي كتبها، فين تزاد، امتى تزاد، الشخصيات الرئيسيه، امتى تنشرات، امتى تكتبات، كاع داك الشيء اللي كيهم القصه كيكون في الفيش د ليكتور. يعني كتبدا كتنور لك الذاكره ديالك بالمعلومات مني كتبدا تقرا الفيش د ليكتور. ثاني حاجه خصك تتبعها هي لي بيرسوناج برينسيبو اي سكوندير. ما تزقل لي حتى شي شخصيه كما كانت الشخصيات الرئيسيه وحتى الشخصيات الثانويه تعقلوا عليهم مزيان وتحاولوا انكم تضبطوهم. يعني في الدماغ ديالكم تربطوا تقولوا هذا كيمشي عند هذا، هذا جار هذا هذه اخت هذه، بحال هكا في الدماغ ديالكم تعقلوا على الشخصيات. وبالنسبه لابوطا ميرفي كاينين شي سميات كيتكرروا، كل سميه كتعني شخصيه مختلفه يعني على حساب الحدث اللي مذكور. من بعد غادي تشوفوا لو شيما ناراتيف، الخطاطه السرديه اللي كتكون من لا سيتوياسيون انيسيال، ليليمون بيرتورباتور، لي بيريبيسي، لو دينومون او بيان ليليمون دو ريزولوسيون ولا سيتوياسيون فينال. قريتوها في السمكيان. وكل قصه عندنا فيها السرد، خاصني الاحداث اللي في هذه القصه نعرف اين مرحله في هذا الشيما ناراتيف كاينين. وكيفاش غادي تعرفوا هذا الشيء؟ مع المده ومع التمرن غتبداو تضبطوا المسائل. يعني ما يمكنش في البدايه تشدوا كلشي. من بعد خاصك تعرف على لي تيم برينسيبو. شنو هما المواضيع اللي ناقشهم لينا مثلا احمد الصفريوي في لا بواطا ميرفي؟ اول تيم، اول موضوع هو لا سوليتود. القصه كامله كدوي على الوحده اللي كيعيشها سيدي محمد واللي صدع لينا راسنا حنا بها وبليجي علينا نقراوها. دونك لو تيم الاول هو لا سوليتود اللي كاين في جميع الفصول ديال الروايه كامله. هاد لي تيم اللي كنقول لكم لاش غادي تبغيوهم، حيت هما كيكونوا مواضيع اللي يمكن انها تقترح في البرودكسيون اكريت في الفرد بيان سور وفي الامتحان الجهوي. باش ما نزيدش نطول عليكم اكثر، مني كتضبط هاد المسائل هادو سورتو الفيش ليكتور حفظوها مزيان، يعني حفظوها عن ظهر قلب بحال كتحفظ في الاجتماعيات. ضروري تحفظ الفيش ليكتور وتعقل ليا على الشخصيات مزيان.
ليطاب الثانيه ها انت قريتي هادشي، سواء بغيتي تقرا القصه صفحه بصفحه مزيان، دابا عندكم الوقت الا بديتو دابا، ما بغيتيش تقراها كنتي معكاز تقدر تعتمد على الريزومي. وحنا لا بوطا ميرفي عندنا مثلا 12 شابيتر فيها، دونك هذوك الفصول كاملين خاصك تشوف ليهم الريزومي ديالهم وتضبط الاحداث اللي كاينين فيهم. وبيان سور الريزومي راه معمره غتطرق لكاع المعلومات وكاع الاحداث اللي كاينين في داك الفصل، يعني ضروري كتكون شي حاجه ما كايناش فيه، داكشي كنكملوه من خلال لي زيكزارسيس وحدين اخرين. من بعد ما انت فهمتي الريزومي خصك تجرب راسك، غادي تشتغل على لي فيديو اللي خاصين بلي كيسيون و لي ريبونس. كل فصل من الفصول ديال لا بوطا ميرفي عنده اسئله ديالو، يعني مثلا انت قريتي الشابيتر الاول صفحه صفحه او شفتي الريزومي ديالو، باش تزيد تضبطي غتمشي تكتب تيست دو كومبريونسيون شابيتر 1 ولا شابيتر 2، الفصل اللي بغيتي حتى فيه اسئله غادي تلقاه وغادي تشتغل مباشره مع لا فيديو. من بعد غادي تطرقوا لهاد جوج دروس ديال لا لونغ اللي مهمين بزاف، اللي هما لي فيغور دو ستيل و ديسكور ديريكت اي ان ديريكت. ومني كنقول لكم دروس ديال لا لونغ دائما الجمل اللي غادي يكونوا في هاد لي زيكزارسيس يكونوا مقتبسين من الروايه اللي نتوما خدامين عليها. الا كنتو خدامين في لابواط غادي تاخدوا تمارين غتكتبوا لي فيغور دو ستيل داون لابواط ميرفي غيطلعوا لكم لي زيكزارسيس. كنتو خدامين في اونتيغون نفس الشيء غتكتبوا لي فيغور دو ستيل داون اونتيغون غادي يطلعوا لكم. وها نتوما كلشي عندكم موجود غير الا ما بغيتوش. بيان سور خصكم تكونوا اولا ضابطين القواعد ديال لي فيغور دو ستيل، يعني ضابطين الدرس هذا كنتقلوا من بعد المرحله ديال لي زيكزارسيس. وفي الاخير غادي تلقاو في لاشين كاينين دي تيست دو كومبريونسيون وحدين اخرين اللي فيهم دي شابيتر اللي هما مجموعين، مثلا 4 ديال لي شابيتر التيست ديالهم في فيديو واحد. نتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، فقط هاد لا فيديو بغينا نهضروا فيه على كيفاش نشتغلوا على الروايات باش ما تضيعوش الوقت وتبقاو تشوفوا بزاف تاع الفيديوهات في الاخر كتبلوكو وما كتقدروش تكملوا حيت كتحسوا براسكم ما شديتوا حتى شي حاجه. بالنسبه للجزء الاخر اللي خاص بالامتحان الجهوي هو لا لونغ، من بعد غادي نطرق لكم درس بدرس وكيفاش تشتغلوا عليه. وبالنسبه للبرودكسيون اكريت راه كتكون عندنا تكست ارغومونطاتيف، تكست ناراتيف راه ما كايناش عند الناس تاع الاولى باك. تكست ارغومونطاتيف حجج، خصك تقدم لي حجج. وكنخدموا بالبلون سامبل، بلون دياليكتيك، البلون اناليتيك كنخدموا به غير في القسم. سامبل ودياليكتيك هما اللي كيكونوا في الامتحان الجهوي. وكل منهجيه من هذه المنهجيات راه كاينين نماذج متعدده جاهزه للاستعمال كاينه في لاشين، وكنتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.